Now you put that on fairy, you'll leave you a penny. No tooth fairy, idiot! Now clean it. Everybody to the Wild Wild West. Terrible place and time. Oh, hey. Why is it so big? So it doesn't melt. They do it. Ah! That went south so fast! Awesome town. What's with this fair? Everybody hold still. Hold still! Please don't shoot us on sex night. And learn. اهلا وسهلا بكل العفاريت وملخص جامد وجديد. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم اجمد ملخصاتنا. ويلا بينا على الفيلم. فيلمنا النهاردة أحداثه بتدور على الحدود الأمريكية في ولاية أريزونا سنة 1882، وكانت الحياة مش سهلة خالص. وبيظهر معانا بطل الفيلم وهو جاي بيجري وبيتأسف للشخص اللي قدامه، والمفروض إن هيتم مبارزة ما بينهم بالمسدسات، وده كان الطبيعي وقتها إن واحد يعيش وواحد يموت. الغريب هنا ان سبب المعركة ان اغنام ستارك اكلت محصول جاره. ستارك هنا بيترجى الراجل وبيقول له سيبني بس يومين وانا اجيب لك فلوس تمن المحصول بتاعك وتسيبني اعيش. الراجل ضرب طلقة كده في الهوا وقال له خلاص ماشي يومين بالظبط وتجيب لي الفلوس. بس طلع راجل طيب من الناس اللي واقفين وقال لا يا جماعة ده انا واخد يوم اجازة وما يصحش، لازم حد يموت التاني. في الوقت ده خطيبة البطل كانت موجودة وما كانش عاجبها خالص اللي بيحصل، وكانت بتفكر تنفصل عنه، وده لانها شايفه خطيبها جبان ومش قادر حتى يدافع عن نفسه. ستارك قعد كتير جدا يترجى فيها ان هي تكمل معاه وهي رفضت. وده ادوارد صديق البطل مرتبط بعاهرة القرية وقريب هيتجوزوا، بس هو دلوقتي منتظرها لان معاها عميل. ادوارد بياخد خطيبته وبيروح علشان يواسي ستارك اللي خطيبته انفصلت عنه، وبعد ما راحوا له قال لهم لا انا عايز اخرج اسكر او اشرب اي حاجه. قال لهم انا هخرج من هنا لان انا مخنوق. وبعد ما شرب قال لهم انا بفكر في الانتحار، كل حاجه في الغرب بتؤدي الى الموت والمكان هنا صعب جدا، حتى عمال المنجم بيموتوا كل يوم. خدهم ستارك لبره علشان يثبت لهم، قال لهم ده عمده بلدنا ميت من 3 ايام ومحدش قرب منه. لا والاصعب كمان ان الذئاب جت سحبت العمده من على الارض خدوه مشي. ومن كتر ما ادوارد بيشتكي واحد حدفه بره المكان. ادوارد قرر ان هو يروح لخطيبته تاني ويحاول يكلمها. كل محاولات ستارك علشان يرجع لها كانت فاشله. وهنا راجل عجوز راجع بعد ما لقى قطعه من الذهب في قلب النهر. قابلته العصابه واللي زعيمها كلينش طلب منه يسلم الذهب اللي معاه. العجوز في البدايه رفض وبعد كده جاب الذهب واداهله. بالرغم من كده كلينش قتله بعد ما اخد الذهب. زوجة كلينش قالت له انت ازاي بعد ما اخدت الذهب قتلته، وليه ما كنت اخدت الذهب وخلاص. كلينش خنقها وقال لها انت ما ينفعش تتكلمي معايا كده قدام عصابتي، والمفروض دايما انك انت تكلميني باسلوب كويس. قالت له ايه ده يا نهار ابيض، ده انا بحبك وبموت فيك وممكن اقطع شراييني عشانك. كلينش طلب من زوجته واخوها ان هم يروحوا بلد اسمها اولد ستام، والبلد دي اللي فيها ستارك، وهو هيجي لهم بعد 12 يوم. وستارك قاعد في البيت مكتئب بعد ما لويز انفصلت عنه. صاحبه ادوارد جاله وعرف منه ان هو دفع ثمن المحصول للمزارع واقنعه ان هو يخرج من البيت. وفي طريقهم وهم ماشيين شافوا لويز اللي ارتبطت بفوي وما ضيعتش وقت. وفي نفس الوقت ده كان في مجموعه بتنزل مكعب تلج كبير واللي وقع فوق دماغ واحد فيهم، وراحوا الكنيسه وقال لهم ان لازم يعزوا اهل الشاب اللي توفى وانهم يشربوا مشروبات بارده من التلج اللي وقع فوق دماغه، وقال لهم يرحبوا بالسكان الجداد لويس واخته ان، وقال لهم كمان ان في اسد جبلي هربان ولازم ياخدوا بالهم منه. ادوارد كان مستني خطيبته تخلص شغلها وبدات تحكي له عن تفاصيل يومها وقد ايه هي بتتعب في شغلها. جالهم ستارك وقال لهم انا قررت اسيب البلد، وهم بيحاولوا يقنعوه انه يقعد جت ان واخوها، واللي بعدها بثواني على طول اخوها عمل مشكله مع حد في المكان وطلع المسدس وضربه بالنار، وفي ثواني المكان كله بقى يضرب في بعضه ومحدش عارف هما بيضربوا بعض ليه. ستارك وادوارد كانوا بيمثلوا ان هما بيضربوا بعض. في الوقت ده ستارك لاحظ ان في حد هيقع فوق ان، جري عليها بسرعه ولحقها في الوقت اللي الشرطه فيه اتدخلت عشان تفض المشكله، وبداوا يتعرفوا على بعض. وستارك حكى لها عن كل حاجه تخصه وعن انفصال خطيبته عنه، وهي كمان حكت له عن اخوه بس ما قالتلوش ان هي متجوزه. تاني يوم ان بتروح تزور اخوها اللي اتسجن واللي واضح جدا ان هي ما بتحبوش، وقال لها كلها ايام وكلينش هيجي خرجني من السجن واي حد هيعترض هيموت. قالت له هنشوف هيلحقك ولا هتكون اتعدمت. ان بتقابل ستارك في المهرجان وقالت له انها نفسها تتصور، ولما وصلوا للمصور كان في اسره لطيفه واقفه بتاخد صوره. الفلاش انفجر في المصور والنار مسكت في الاسره، وقام 2 فاعلين خير ضربوهم بالنار على طول. بعدها على طول ان وستارك بيقابلوا فوي ولويز. فوي بيعرض على ستارك يتحداه في الرمايه. فوي اصاب 6 اهداف ب6 طلقات، وللاسف ستارك ما قدرش يصيب ولا هدف. ان اتحدد فوي ان هي تصيب 10 اهداف.
وبالفعل صابتهم وكل اللي موجودين اتفاجئوا. وبعد ما دفع الرهان لآن، فوي فضل يضايق في ستارك وقال له ان واحده ست قدرت تصيب الاهداف عنك. ستارك اتحمس وتحداه وقال له بعد اسبوع هيكون في مبارزه ما بيني وما بينك وواحد فينا اللي هيعيش. فوي وافق وقال له قدامك 7 ايام. وبعد ما مشي ستارك حس ان هو ورط نفسه. آن طمنته وقالت له انا هدربك. في نفس الوقت في بائع في المهرجان جه تور شاله من على الارض ومشي. بقى شيء عادي جدا، خلاص الناس بتموت في اي وقت عادي. وبالفعل بدات آن ان هي تدرب ستارك، ومع الوقت كان مستواه بيتحسن وكان بيبقى فيه اصابات واللي بيتعالج منها وبيكمل تدريب وقربوا من بعض اكتر. ولحد دلوقتي ما كانتش قالت له ان جوزها يبقى اخطر رئيس عصابه موجود في المنطقه. وفي اليوم اللي قبل المعركه ستارك بيكون عازم آن على حفله واللي بتظهر فيها آن وبيكون شكلها جميل جدا. وبنرجع وبنشوف ستارك وهو منبهر بجمال آن، بس هو كان قلقان وكان حاسس ان دي اخر ليله ليه. لكن آن طمنته وقالت له ما تقلقش انت هتفوز. وكالعادة بيظهر فوي ولويز واللي فضل باستمرار يضايق ستارك. آن عرضت على ستارك انها تسرق ازازة خمرة ويخرجوا بره المكان. ستارك رحب بالفكرة جدا وقام باحترافية سرقت الازازة، بس هي كان عندها فكرة تانية وطلعت كيس فيه بودرة وحطت منه في كوباية وراحت تحدد فوي ان هو يقدر يشرب الكاس اسرع منها. فوي وافق وشرب الكاس بسرعة، بس قبل ما تمشي كلمت لويز وكان واضح جدا من كلامها ان هي بتحب ستارك. وخرج ستارك وآن وكالعادة كانت بردانة ادالها الجاكيت بتاعه وشكرها على انها كانت لطيفة معاه طول الفترة اللي فاتت على عكس كل الناس. نهاية السهرة بيوصلها لحد البيت وبيبوسها. في الوقت ده اخوها اللي هرب من السجن شافهم. وتاني يوم آن وهي رايحة للمعركة بتتفاجئ بكلينش وهو واقف قدام الباب. وفي وقت المعركة ستارك كان موجود وكان مستغرب آن مش موجودة ليه. وكانت لويز موجودة وإدوار وخطيبته وكل سكان البلدة كانوا موجودين على عكس فوي اللي ما كانش لسه جه. ولما ظهر فوي كان جاي بيمشي بطريقة غريبة جدا. وعرفنا دلوقتي البودرة اللي حطتها له آن دي كانت بودرة ايه وتأثيرها عليه كان واضح جدا لدرجة انه مش قادر يقف على رجله. والمفاجأة ان ستارك رفض يخش المنافسة مع انه كان هيفوز بسهولة بسبب الحالة اللي فيها فوي. وهنا بص للويز وقال لها انت ما تستاهليش ان انا اخش معركة علشانك، انا فعلا كنت ظالم نفسي معاكي وانا خلاص لقيت انسانة بتهتم بيا وبتحبني. وسابهم ومشي وراح لآن بس ما لقاهاش في البيت. ولما راح لصديقه ادوارد اتفاجئوا ان كلينش دخل عليهم. كل اللي موجودين في المكان حسوا بخوف. كلينش قال لهم في واحد هيموت النهارده وهو موجود في المكان ده، وقال لهم انا في واحد من رجالتي شاف حد منكم بيبوس مراتي امبارح. ستارك بيتفاجئ لما بيشوف آن داخله في المكان. كلينش بيطلع سلاحه وبيسأل نفس السؤال تاني وبيكرر يقتل حد بطريقه عشوائيه. في الوقت ده بيظهر ريان رينولد. كلينش قبل ما بيخرج بيقول لهم انا بكره الساعه 12 هنتظر الشخص اللي عمل كده، ولو ما حد ظهر انا هقتل سكان كتير من اهل البلد دي وممكن اقتلهم كلهم. ستارك بيروح بسرعه على البيت علشان يجهز شنطه هدومه ويهرب من البلد. كلينش بياخد آن لبعيد وبيحاول يعرف منها اسم الشخص. بترفض تقول له، بس لما بيهددها بالكلب بتاعها بتقول له على اسم ستارك. وبعد كده بتخبطه بحجر في دماغه وبتهرب علشان تروح تلحق ستارك. ولما بتروح لستارك بتلاقيه متضايق منها جدا لانها خبت عليه انها متجوزه اكتر راجل مرعب ممكن يقابله في حياته. وهي بتحاول تتاسف له وبتقول له ان هي اتجوزته وهي عندها 9 سنين وكان غصبا عنها ولحد دلوقتي هي مش بتحبه. وبيتفاجئوا ان كلينش والعصابه كلهم جايين على البيت عند ستارك. ستارك قال الان اهربي انت من الباب ده وانا هتصرف. ولما وصل كلينش والعصابه لقوا المكان فاضي بس فضلوا يدوروا على ستارك. ستارك في الوقت ده كان مستخبي وسط الاغنام وقام بسرعه وركب حصانه وهرب ان هو يركب القطر ويبعد بعيد عنهم خالص. وكلينش كان عارف انه هيرجع. كلينش قدر ان هو يقبض على آن. وبعد ما ستارك ما نزل من القطر وفي مكان مجهول بيتخطف من قبيله من الهنود الحمر واللي كانوا على وشك ان هم يولعوا فيه حي. بس زعيم القبيله بيلاحظ ان هو بيتكلم بلغته. ستارك بيقول لهم انه بيكره الغرب جدا لدرجه ان هو بقى يجيب كتب للهنود الحمر ويقراها علشان بيحب ثقافتهم. زعيم القبيله عفى عنه ورحب بيه ان هو يقعد معاهم. وبعد ما ستارك حكى لهم قصته زعيم القبيله تعاطف معاه وقال له اشرب من المشروب ده وانت هتشوف مصيرك. ستارك شرب المشروب وبدا يشوف حاجات غريبه. لقي نفسه في مكان كبير كله خضره وفي باب المفروض ان هيشوف فيه مستقبله. ولما فتح الباب شاف آن وهي لابسه الفستان الابيض وعرف ان مصيره ان هو هيتجوز آن. بس لما بدا يقرب منها شاف طائر غريب والمفروض ان ده كلينش وفهم انه لازم يتخلص من كلينش عشان يقدر يوصل لآن. وبيفوق وبيقرر يرجع تاني للبلد ويواجه كلينش وبيشكر زعيم القبيله وبيودعهم علشان يرجع وينقذ آن. وفي الوقت ده كلينش بيكون منتظر ستارك وبيقول لآن ان لو ستارك ما ظهرش هتكون اول واحده تموت في القريه وخلينا نشوف حبيبك هينقذك ولا مش هيجي. وفي اللحظه دي بيظهر ستارك وبيطلب من كلينش ان هو يسيب آن. كلينش امر رجالته ان هم ياخدوا آن. ستارك عرض على كلينش
كلينش منافسة ما بينهم ويشوفوا مين فيهم الأسرع في إطلاق النار. ولأن ستارك عارف إن كلينش بيضرب نار في العدة التانية، ضرب عليه نار من العدة الأولى والطلقة أصابت كتف كلينش. كلينش ضحك لأن الطلقة جت في كتفه، وعلشان ستارك ما عرفش يصيبه صح كلينش ضرب رصاصة طاير المسدس من إيد ستارك. هنا ستارك بيترجاه وبيقول له ما تقتلش آن لأن هي ملهاش ذنب. الوقت ده كلينش حس إن في حاجة غلط والمسدس وقع من إيده. رجالة كلينش بيسألوه في حاجة يا زعيم؟ قال لهم انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي. هنا اتكلم ستارك وقال له ان في مليون طريقه في الغرب تموت بيها، وان مش لازم رصاصتي تيجي في دماغك علشان اموتك، يكفي ان الرصاصه يكون فيها سم افاعي علشان السم يجري في دمك في ثواني وتموت. وان اصدقائه في قبيله الهنود الحمر ساعدوه ان هو يستخلص سم من التعابين ويحطه في الطلقه. وهنا العاهره بتوقفه وبتقول له خلاص كفايه شرح اهو خلاص مات. قال لهم يعني ما سمعش كل الحاجات الذكيه اللي انا عملتها؟ قالوا له لا. في الوقت ده قام بتضرب بقيه افراد العصابه واهل القريه بيقبضوا عليهم، وقام بتجري بتاخد ستارك بالحضن. في الوقت ده لويس بتظهر وبتقول له انا متفاجئ جدا من شجاعتك، وبتطلب منه ان هم يرجعوا لبعض. ستارك قال لها روح يا بنتي امشي الله يسهل. وعاش ستارك وآن في تبات ونبات. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الملخص اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم اجدد واجمد ملخصات عفريت افلام. استنونا انا جيت مع اجمد ملخصات الافلام الاجنبيه. الكلام ده خطير وممكن بسبب تروح في داهيه. هتلاقوا عندنا كل الافلام، ايطالي، الماني، اسباني، كوري، وكمان الهندي. لغايه دلوقتي بكلمك ايه بعد كده في كلام كبير كبير قوي. اصحى اكشن وكوميديا ودراما. اوه ماي جاد ده 5 نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. وكمان رعب. انا مت موتات احلى من دي بكتير من غير حشو ولا قلش. مين اللي اخترع القلش؟ ألشتاين؟ لا عزيزي المشاهد ألشيميدس. تابعونا ومش هتندموا. وانت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني لا انا شايف فيها صنعة ولا هومت من السوق. دي دخلة انك لميت وانهم لميتون. وصباحكم بيضحك وليلتكم سعيدة. باي باي. بس كده عزيزي المشاهد الحلقة خلصت. ذا اند صبر.